تعالي اقول لك على احلى تتبيله للفراخ المشويه وهتدعي لي. هتجيبي طبق، هتحطي فيه كوبايه زبادي المتوفر عندك، بلدي او شركات مش هيفرق معانا. هنحط عليه كيس من الصلصه الجاهزه، لو عندك برطمان هتاخدي منه معلقتين كبار. بعد كده هنجيب ليمونتين كبار كده ونعصرهم، ومعلقه خل صغيره، بس انا للاسف نسيت معلقه الخل، بس هي اساسيه في الوصفه بتاعتنا. بعد كده هقول لك على التوابل اللي هتخلي الفراخ بتاعتك احلى من الجاهزه. هتروحي عند العطار قولي له عايزه توابل فراخ مشويه، هيديكي بقى شوية توابل كده قمر جدا، فيهم بقى كاري وفيها كركم، فيها توم بودرة، فيها بصل بودرة. مجموعة توابل كده ريحتها قوية جدا، وكمان بتديكي لون حلو قوي للفراخ. هتحطي ملح مبهر، فلفل اسود، بابريكا، وشوية سماق. السماق بقى في الفراخ المشوية مع الليمون بيديكي مزازة كده وطعم حلو جدا للفراخ، وهو ده سر الفراخ المشوية اللي بنشتريها من بره، وحاطين فيها سماق كتير جدا. اخر حاجه معلقتين زيت زيتون. اضربي الخلطه دي كويس كده مع بعضها، خديها بقى وتبلي بيها الفرخه بتاعتك، سيبيها ساعتين وشويها.